حزين ومتألم ومذبوح لما أسمع صرخة عجوز فلسطينية غزاوية بتقول وين العرب. حزين ومتألم ومذبوح يوم أسمع حرة فلسطينية غزاوية بتقول وين حكام العرب. يا خالة على مين بتصيحي قاعدة؟ بدك يحموك ويحموا شعبك وهم قاعدين بيقتلوا شعبهم؟ يا خالة بدك يوقفوا العدوان وهم من تحت لتحت قاعدين بيقولوا تسلم ايدك يا فلان؟ على مين بتصيحي يا خالة؟ من عقلك بتطلبي يسعفوا الجرحى وهم يا خالة حتى العظم جارحين شعبهم. يا خالة بدك يودوا مساعدات لغزة واللي مجوع شعبه يا خالة ما راح يطعم شعب غيره. لا تنادي يا خالة ولا تقولي وين العرب. العرب ماتوا زمان زمان. احنا الميتين يا حجي وانتوا الطيبين، وعمر الحي ما انتخب ميت. وين الحكام العرب؟ وين الحكام العرب؟ واحد مشيول، واحد مشلول، واحد مشغول، وواحد مهبول، وواحد شعبول، وواحد على ايده ما بالطول. وين الحكام العرب؟ مشغولين يا حجة، قاعدين بيصنعوا بيانات شجب واستنكار عابر للفاكسات. صدقيني احنا مش احسن منهم يمه، احنا عاجزين زيهم واكثر. اكثر اشي سويناه غيرنا صور بروفايلاتنا على الفيسبوك ولعنا ابو اسرائيل الاولاني، وكتبنا بوستات بتهز هز، والشعراء والله ما قصروا نظموا شعرهم على بحر غزة وتفعيلة الغضب. وبالليل افضينا للسيدة الأولى غادة عبد الرازق وتابعنا هيفا وهبة وكله كلام على الورق. غزة بالقلب وبالقلب في غزة. موجوعني يوم أشوف عائلة رحلت وهي على صدر الموت، يوم أشوف شفايف طفل صغير وقفت عند آخر ابتسامة، يوم تستشهد طفلة ولهايتها الزهرية بعدها بسمها، ويوم تموت أم وعجين الدار على أيديها. موجوع وموجوع وموجوع. موجوع يوم أشوف فلسطين وشالها الممدود على طول الرمل وما في حدا يقول لها لعينات يمه.